أحمد بقى الحب اللي جواه لملك لسه موجود، وحس إن البنت دي تستاهل كل خير، وإنها هي الوحيدة اللي ممكن تكمل معاه حياته على طاعة ربنا. كانت ملك بترفض عرسان كتير بيتقدموا لها، لدرجة إن في واحد منهم كان بيتقدم لها كذا مرة، وهي كانت بترفضه قبل أي علاقة بينها وبين أحمد. أحمد كان شايف إن ده دليل على إنها مقتنعة بيه هو وواثقة فيه. وكان أحمد لسه في أواخر سنين الدراسة، بس بدأ يشوف مستقبله. قرر ياخد الخطوة ويتقدم لملك بالحلال. راح لأهلها، حكى لهم عن نيته، عن حبه لبنتهم، وعن رغبته في تكوين بيت على طاعة ربنا. ملك نفسها كانت موافقة ومرحبة، وده اللي كان مدي أمل لأحمد. لكن القدر كان ليه رأي تاني. أبوها وأمها زي أي أهل مصريين عايزين مصلحة بنتهم. شافوا إن أحمد لسه بيبدأ حياته، لسه بيدرس وشغله مش مستقر. قالوا له بصراحة: يا ابني انت لسه قدامك كتير، بنتنا تستاهل الأمان والاستقرار دلوقتي. الكلمة دي نزلت على أحمد زي الصاعقة. حس إن كل أحلامه اتبخرت في لحظة. وفي نفس الفترة دي وبدون مقدمات، الراجل اللي كان بيتقدم لملك كتير زمان، أهل ملك وافقوا عليه. أحمد قلبه اتقطع. تفتكروا دي نهاية القصة ولا لسه في أمل؟ الجزء اللي جاي فيه مفاجأة محدش يتوقعها.